السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حبيب حضرتك شني؟ نعم، أنا من أهل السنة والجماعة، أهل لو الإسلام. أردت، نعم أهل السنة منك، والنعم منك ومن أهل السنة، أنت بكل أدب وبكل احترام. لو أردت أن تدعوني إلى التسنن، ما هي الأدلة الأربعة راح تقدمها إلي على أنك على حق؟ ما هي؟ أعطيني أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. أحسنت. أول شيء القرآن. واحد، القرآن. ثاني شيء أهل الإسلام من تاريخهم، من عزمي، من أول بدء رسول الله إلى يومنا هذا، ماذا فعلوا المسلمين في الدنيا. هاي ثاني شيء. اثنين، جميل. ثلاثة، التعاليم الإسلامية بما جاء بالكتاب من كتاب الله وسنة رسول الله، هاي كلها فخر ثلاثة، للمسلم. جميل. أربعة، أربعة، يعني هو كل ما جاء به رسول الله، تعاليم رسول جميل. الله طبعا، طيب أبو من أديب. من تعليمات. نعم. طيب أبو أديب، الآن أبو أديب، الشيخ أبو أديب عدد لنا 4 أمور تثبت معتقده. راح نسألك بس بالواحد اللي هو كتاب الله اللي أنت اعتمدت عليه. أبو أديب، راح نسألك في كتاب الله اللي أنت معتمد عليه. أبو موسى الأشعري يقول: كنا نقرأ سورة والنبي قرأ علينا سورة نشبهها بسورة براءة، إلا أنني حفظت منها آيات ونسيتها. نريد نعرف هاي السورة اللي مفقودة من القرآن، اللي نبيك قراها على الصحابة ونسوها وما نزلت من القرآن، شنو هاي السورة وشنو هاي آياتها اللي انت تعتمد على كتاب الله، وكتاب الله نازلة بيه سورة ومفقودة؟ نريد جواب علمي. أحسنت. أول شيء أخوان، أنا بدأت ماذا الشيء الذي أفتخر فيه بإسلامي. أنت كشخص شيعي وجا واحد يصير شيعي مثلك، إيش هي الافتخارات اللي تفتخر بها؟ ممكن تعدد لي لو سمحت 4 أشياء كما عددت أنا؟ أبو أديب ظل يلف ويدور وما لا راح لا، ما يجاوب ألف على ولا السؤال. أدور. ما عندك شيء ترفع رأسه بيت مثل التشيع؟ اتفضل أعطيني اللطم التطبير. شخص الموضوع، شخص الموضوع لا ولا لا لا، ضاع. أعطيني. شوف مش شخص من الحوار حط هنا. ميوت، عيب والله عيب. لا خليك ميوت، ليه جاي تتهرب؟ باعوا يريد ينزل راح يعيط، لا لا، معناته أنا نزل شوفوا لي. أخوان، ما عندي، خلص اهدى الجبان اللي اهدى ابو تنزل. أديب. باع، لا تتجاوز، لا تتجاوز، لا تقول والله ما جبان. أتجاوز، أنا محترم مع كل. لا ادوس على امك عائشه، لا تقول جبان، انا محترمك، لا ادوس على دينك. نخاسين يا شفتوا عجزه؟ عليك انزل يلا. هاي سؤال واحد هدمت الاربعه، كلمه واحده، هذا الذي اقوله انا، بكلمه واحده هدمت اللي عدده كله. شنو قلت له؟ قلت له ما هو. خب انا من سالته، ليش سالته؟ لان عندي سؤال وراها. طب انا ليش سالته؟ ما هي الامور التي تفتخر بها؟ مو معقوله يعددهن وانا اسكت واقول له هاي وبالله. طب غير عندي سؤال. القرآن والصحابة والنبي و بكلمة واحدة. أبو موسى الأشعري يقول سورة من القرآن مفقودة. الكتاب القرآن اللي تعتمد عليه أنت عندك محرف بس. هاي انشروها. هذا أبو أديب المحاور جاي متنكر لعلاء المهدوي، لعله يصطاد لمقطع على علاء، لعله، وما اجت وياه. تحلم تركض وراي 1000 سنة وما تلحقني، والله أفرها عليك أفرها. انشروه أبو أديب، خلي العالم تعرف فضيحته للناس. أنا وسأل 3 أمور عددهن، أنا بكل بساطة وبكل أدب وبكل احترام قلت له يا أخي أنت كتاب الله اللي تعتمد عليه سورة من القرآن مفقودة، أنت مو جاي تعتمد على كتاب الله؟ إي أعتمد عليك. طيب أكو سورة من القرآن الصحابة يقولونها مفقودة، يجاوبني، من تجاوبنا ثم لك حق تسألني. اللي بعده: ولا زال أهل السنة والجماعة عاجزين أمام الأطروحة المهدوية. قرآن محرف عند أهل السنة والعياذ بالله، ونبي مراهق في كتب السنة.
وعائشة في كتب الزنا متهمة بالرضاع الكبير، والصحابة أحدهم يقتل الآخر. من يبرئ هذه الأمور؟ نريد أن نسمع من أهل السنة والجماعة.